بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده خاص بمنتخب المغرب. منتخب المغرب والإنجاز الكبير اللي عمله النهاردة. مليون مبروك، ألف مليون مبروك من أرض مصر الكنانة، من أرض الأنبياء والمرسلين، من أرض مصر الحبيبة، من أرض مصر الطيبة والشعب العريق الطيب الأصيل، شعب مصر الكريم. مليون مبروك للعالم العربي بالكامل، مليون مبروك للمغرب الشقيق. النهاردة الفيديو ده خاص بمنتخب المغرب مخصوص، ويا ريت الاقي تفاعل مع الفيديو وينتشر في كل مكان. لو سمحتوا عاوز دعمكم باي طريقة. عاوزين الفيديو ده يجيب 50,000 لايك، ده رجاء شخصي مني، لان انا فرحان في المنتخبات الاوروبية بشكل محدش متخيله. انا بطبيعة الحال مش بحب الكرة الاوروبية الا في وجود منتخب عربي او لاعب عربي، غير كده ما بحبش لعبهم ولا هم يتحبوا من الاساس، الا الناس اللي ليها رأي تاني، وانا بحترم رأيهم بصراحة طبعا ومفيش شك. ألف مبروك وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي لبطولة العالم بقطر. أي نعم، المنتخب المغربي النهاردة وصل بفضل الله أولا وبسبب خطة المدرب المغربي وليد الركراكي. خطة وليد الركراكي كانت بتعتمد على التأمين الدفاعي أولا، ثم اللعب على الهجمات المرتدة، وهي دي الطريقة اللي لازم تلعب بيها قدام منتخب عريق زي منتخب البرتغال. هي دي كرة القدم، مش معنى انك وصلت لدور الثمانية انك تفتح خطوطك وتسيب الملعب للخصم. منتخب البرتغال منتخب مش سهل، ويمتلك لاعيبة اقوياء بدنيا وفنيا، لاعيبة لا تكل ولا تمل، لاعيبة عندها لياقة بدنية عالية جدا. بس آن الاوان يا جماعة ان المنتخبات العربية توقف الناس دي عند حدها شوية. والله يا جماعة المنتخبات الاوروبية دي بتلعب كورة بتعالي علينا وفاكرين نفسهم من كوكب تاني، والدليل على كده اللي حصل من بعثة ألمانيا والبعثات الأجنبية بالكامل مع دولة قطر الشقيق، وكانوا عاوزين يمشوا البلد على هواهم. بنلاقي تصريحات من كل مكان ضد العرب في كل مكان، وخصوصا ألمانيا وإنجلترا، واتهمونا كمان بالجهل والرجعية لمجرد إن إحنا كعرب بنطبق شرع الله في بلدنا، واللي بيسمح به ديننا الحنيف بنعمله، واللي مش مسموح به عندنا مش بنعمله، ما بنعملوش طبعا. دي بلادنا نعمل فيها اللي احنا عاوزينه، وده اسلامنا. اللي عاجبه واللي مش عاجبه يمشي وما يوريناش وشه نهائي. ما تجيش حضرتك انت من بلد تانية كزائر تفرض علينا اسلوبك وتتهمنا بالرجعية والفساد. لا والف لا، واحنا اللي عملنا في نفسنا كده بصراحة. لازم البلاد دي تبص لنا بصة احنا عاوزينها، ونعلمهم الادب شوية، وان كان في الكورة بس مش مهم. المهم ان احنا نعلم عليهم ونخليهم يحترمونا غصب عنهم. المهم مش عاوزين ننسى الفرحة اللي عملها منتخب المغرب النهاردة، وخلينا نتكلم في الكرة شوية. المدرب وليد الركراكي لو فتح خطوطه بالشكل المطلوب كنا نخسر بصراحة. لازم خطوطه تعتمد على الأسلوب الدفاعي والتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة زي ما عمل كده بالظبط. يمكن ربنا يريد ليك المكسب في كرة مرتدة زي ما حصل من وليد الركراكي النهاردة. قدر يحرز هدف في الشوط الأول ويحافظ عليه في الشوط الثاني. وبعدين المثل بيقول لك اللي تغلبه العبه. والبلاد دي لازم تستخدم معاهم كل الاساليب اللي تخليك تفوز عليهم، وان كان الاسلوب الدفاعي البحت. لما تيجي تلعب منتخب زي منتخب البرتغال لازم تلعب باداء متوازن ما بين الدفاع والهجوم ان قدرت طبعا. رغم امتلاك الكره لمنتخب البرتغال في اغلب فترات المباراه، الا ان المنتخب المغربي كان بيشكل خطوره في بعض الاحيان على مرمى البرتغال، وهو ده الصح اللي عمله وليد الركراكي النهارده. ده صح 100%، انه يعتمد على الهجمات المرتده ويشكل خطوره على مرمى منتخب البرتغال. ولو فيه اي مدرب غير الركراكي هيلعب بالاسلوب ده ونفس الاسلوب ده، ولو ما لعبش بنفس الاسلوب ده كان هيبقى مدرب لا مؤاخذه غبي. لانك انت ما عندكش لعيبه تقدر تجاري المنتخبات الاوروبيه في الملعب بسبب قله اللياقه البدنيه والمجهود البدني الجبار، وخصوصا انك مؤهل انك تلعب على النهائي ان شاء الله يا رب. مش بعيد على ربنا ان
المنتخب المغربي يلعب على النهائي. فالاسلوب ده تقدر تحافظ بيه على لعيبتك من الاجهاد والاصابات العضليه، وتقدر تواجه منتخبات قويه عنك بكامل القوى الضاربه بتاعتك. المهم 1000 مليون مبروك لكل راجل وست، كبير وصغير، عربي مغربي، لهذا الانجاز، بل الاعجاز الغير مسبوق على مر التاريخ. وما ننساش نواسي المنتخبات العربيه اللي خرجت بشرف من الادوار الاولى للبطوله، ونقول لهم هارد لك. منتخبات قطر، تونس، والسعودية. السعودية اللي قهرت الأرجنتين ونكدت على منتخب عريق زي الأرجنتين، وكان منتخب مصنف من أفضل المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بالبطولة. المنتخب السعودي نكد عليهم وبيتهم في ليلة حزينة. العرب مش قليلين بالمرة، علشان يعملوا لنفسهم إنجاز لازم نطل شوية للأمام ونسيبنا من الخوف من المنتخبات الأوروبية. الحمد لله عندنا ملاعب على أعلى مستوى، وعندنا بنية تحتية لا تقل عن أي دولة أوروبية بكل المقاييس، وعندنا كمان بنية تحتية أحسن من دول كتير في أوروبا بمراحل كتير. المهم خلينا في المنتخب المغربي، ان هو اول منتخب عربي وافريقي واسيوي بيصل مركز متقدم. ما سبقش لاي منتخب عربي ولا اسيوي ولا افريقي انه وصل للدور قبل النهائي. وان شاء الله المنتخب المغربي يكسر الرقم القياسي لنفسه ويحتل المراكز المتقدمة. والله مش بعيدة على ربنا زي ما قلنا ان منتخب عربي يصل للنهائي كمان، بس بشرط يكون عندنا شوية عزيمة وإرادة قوية أفضل من كده. هو المنتخب المغربي بذل مجهود النهاردة خرافي، وما عمريش بذل مجهود قبل كده، وربنا يكرمه بإذن الله ويبعد عنهم شر الإصابات وشر الغرور، لأن الكورة دي بتغر، الكورة دي بتملى القلب غرور بصراحة. المهم زي ما منتخب المغرب ما نخافش من المنتخبات الأوروبية. ليه لا يا جماعة ما نطمعش في مراكز متقدمة في البطولات العالمية؟ هو ايه اللي ينقصنا علشان نكون في قمة كرة القدم على العالم؟ المنتخبات الأوروبية دي منتخبات اسم بس، يعني الاسم هو اللي عامل لها قيمة. ده يعني التاريخ برضو بيساعد البلاد دي على انها تتقدم عننا في الكورة، وده ما يمنعش ان احنا نفوز عليهم بأي حاجة. احنا 11 وهم 11، ولكن هو اللي بيفرق معانا بس ان احنا بنبقى مرعوبين من الاسم شويه. المنتخب المغربي بيسطر اسمه بحروف من نور، وبيكتب اسمه بحروف من ذهب وماس ونحاس وزمرد والماظ وكل مجوهرات الدنيا زي ما بيقولوا. المنتخب المغربي بمعنى الكلمه رجاله اتحملوا ضغط المباراه الكبير مع الضغط الرهيب من الجمهور الاوروبي اللي بيساند اي منتخب ضد اي فريق عربي. قدر المنتخب المغربي انه يحافظ على تقدمه في الشوط الأول بهدف، ويحول الكابوس إلى إنجاز وحلم حقيقي، بل هو إنجاز لكل العرب وأفريقيا بمعنى الكلمة. عقبال ما يصعد إلى الدور قبل النهائي والنهائي يا رب بإذن الله. إحنا مش ناقصين لا رجل ولا إيد علشان نصعد، إحنا بنلعب كورة جميلة وكورة كويسة بصراحة، وهما بيلعبوا كورة ولكن مع الفرق في المهارة لصالحهم طبعا. منتخب المغرب النهاردة يا جماعة بيرفع رأس كل عربي ومغربي شقيق. مليون مبروك من أرض الكنانة مصر، وبيني وبينكم المنتخب المغربي محدش هيقدر عليه بعد كده، ومفيش منتخب افريقي ولا عربي هيقدر على منتخب المغرب بعد كده. كل المنتخبات العربية بل والافريقية هيعمل 1000 مليون حساب للمنتخب المغربي بعد الانجاز اللي عمله النهاردة. لما المنتخبات دي تيجي تلعب المغرب في مباراة او بطولة، هتلاقي المنتخبات الافريقية هتخاف من المنتخب المغربي علشان اللي عمله في منتخب البرتغال. منتخب المغرب صعد عن جدارة واستحقاق، وبذل مجهود خرافي. وقد ايه لما تخلي منتخب اوروبي يبات ليالي حزينه زي منتخب البرتغال؟ قد ايه لما تخلي جمهوريه البرتغال باكملها تبات تبكي بحرقه؟ قد ايه لما تخلي جمهوريه البرتغال كلها باكملها تبات تبكي بحرقه بعد اللي شفته النهارده من منتخب المغرب؟ شفنا كمان كريستيانو بيعيط وبيبكي، وانا عايزه يبكي بدل دموع دم، لانه بصراحه لاعب انا شايفه انه مغرور، والغرور مليء. ما بيحبوش يتغلبوا او حتى المنتخبات العربية تعمل راسهم براسهم، وده بصراحة أنا ما بحبوش في اللاعبين الأوروبيين. بصراحة أنا ما بحبش أي لاعب أوروبي مهما كانت مهارته ومهما كانت درجات لعبه في الملعب. المهم أروح نتكلم شوية عن الحكم النهاردة كان محجم المباراة على منتخب المغرب بالبلدي كده، كان بيضغط على منتخب المغرب مع منتخب البرتغال. فاولات عكسية بتتحسب وفاولات مش ممكن تتحسب. أي لمسة بسيطة لمنتخب البرتغال كان بيصفر. الحكم النهاردة كان
كان مايل شويه ناحيه البرتغال، وبالذات الطرد بتاع لاعب المغرب. الطرد ده المفروض كان انذار على الاقل كارت اصفر. على العموم الحمد لله ان الطرد جه في الدقائق الاخيره من المباراه، كانت هتبقى بصراحه كارثه لكل العرب ولكن الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. اما بالنسبه لعريس النهارده بصراحه الحارس العملاق اللي بيواصل تألقه وبيواصل الزود عن مرماه بجداره واستحقاق، اللي هو الحارس ياسين بونو. حارس عملاق بمعنى الكلمه، طلع كوره من تحت العارضه كانت كفيله بتعديل النتيجه للبرتغال، ولولا براعه ياسين بونو كانت تغيرت مجرى المباراه تماما. الشعب المغربي مدين لربنا بالفضل اولا ثم للحارس ياسين بونو. ياسين بونو ادى مباراه العمر بالنسبه له والمنتخب المغربي، قدر يحافظ على نظافه شباكه لمده 90 دقيقه، وقدر انه يخرج بمنتخب المغرب الى بر الامان. كل التحيه والتقدير للحارس ياسين بونو بصفه خاصه ولاعبي المغرب بصفه عامه على الاداء الرجولي والاداء الغير مسبوق. المغرب تستحق الوصول الى المربع الذهبي وتستحق انها توصل لنهائيات كاس العالم. كل الشكر والتقدير والاحترام لمنتخب المغرب على الاداء اللي عملوه. شرفتوا العرب، شرفتوا افريقيا، شرفتوا منتخبات افريقيا باكملها. مبسوطين بكم والله وسعداء جدا انكم انتوا عملتوا كده في المنتخبات الاوروبيه، وبالتوفيق لما هو قادم ان شاء الله باذن الله يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.